انت ليه بتضلك تقارن مطاعم دكتور فود؟ شو بعمل طيب؟ شوف الموظفين بالمطاعم شو بياكلوا. جو وصل على 3 مطاعم، شوف لي شو يعمل اكل لموظفينه، ومن كل مطعم جيب لي طبق لدوق انا وسانشاين. شو عاملين اكل للموظفين؟ بطاطا، ساندويش بطاطا، في اخذ ساندويش بطاطا مول معروف. شكرا. شو الطبق اليوم تبع الموظفين؟ شو هو الستافينج اليوم؟ تشيز ساندويش تشيز. ميرسي. شو بس بقبل جبت؟ موظفين بالمطاعم، هذا فيديو لكم. كريبوي، ملك طاووق وبابل. شو عم يفروني بابل ولا لتصويره؟ السلطة فريكي بالجيش. انا مبهوره انه بابل عمل هيدي الميل للستاف. بركيك الزبي. رحنا فجاه عندهم، كيف طبعوا هاي لحقوا في تاريخ في كل شيء. ملك طاووق بطاطا. الموظف لازم ياكل من الاكل اللي بيقدمه للعالم. ابدا، كل مطعم بيشيل $1000 شهريا اذا عنده اكثر من 15 موظف ليعملوا لهم طبق يومي. $1000 بتنحط مع الشيف كل شهر، هو بيتحسب هو المحاسب. ساندويش بطاطا بتحس انه انا شباب بتطبخوا لهم يعني ملك طاووق، الاداره بملك طاووق كل يوم بتاكلوا ساندويش بطاطا وساندويش طاووق. كريبوي ساندويش جبنه. انا كنت اشتغل بكريبوي لانه ما يعجبني البلاتجو برجر، حط عليه صوص كوكتيل، شيل موتزاريلا، البانيه، كبيس، خس، كوكتيل من فوق، سكرها وشرط مع ميراندا. الموظف في المطعم لازم يكون شبعان قبل ما يقدم طبق. بعد المطاعم حمص، اذا يومين ثلاثه ما انباعت بيحولوها ستاف ميل. بالجيش بيطعموا ضباط الجيش اكل منتهي صلاحيته سنه وسنتين. وفي منه هذا الحكي. الجيش الكندي. شو هدول؟ هيدا اكل فريش، مش اكل له يومين وثلاث. شغيل بابل صاحب المحل تبع بابل تحترموه زياده عن اللزوم اذا كان هذا الشيء مزبوط. تعليقاتكم هي اللي بتقرر اذا بابل بيطلع هذا الاكل للموظفين، ولكن مش بحسابات وهميه. هذا حمص اليوم معمول. هاي الطاووق ابو بطاطا. واو، ناقصها دجاج. لو عندي محل طاووق كل يوم موظفيني بياكلوا طاووق. وقتين بالاسبوع، قضيت اسبوع مره كل يوم طبخه. الفحل اللي واقف قدام سيخ الشاورما ولا قدام الجريل لازم تغذيه. مش لازم الموظف يشتهي الشغله اللي بيشتغل فيها. كريبوي طيبه مع كاسه شاي. رح دوق. انا وقت كنت موظف في كريبوي ما كنت اقدر الاكل. تقييم لازم تدوق. إذا مطعمك سكر لأنك واحد بخيل ما بتطعمي موظفينك، وإذا مطعمك طلع أكل مش طيب لأنه الموظف اللي واقف على الجريل منغم طعمات، أكبر سبب لتسكير المطاعم هو إنك ما تشبع الموظف اللي عندك وما تطعميه أكل طيب. شو حتعمل لي غدا اليوم؟ أنت على طول بتاكل معنا.